الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري هو شاعر عراقي من أبرز شعراء القرن العشرين. كان معروف بشاعر العرب الأكبر بسبب موهبته الشعرية ومواقفه السياسية والوطنية الجريئة. انولد بالنجف الأشرف بعام 1899 بعائلة معروفة. أبوه كان عالم دين، فنشأ ببيئة محافظة، لكن انجذب للأدب والشعر أكثر شيء لأن كان متأثر بالمتنبي وأبي تمام وغيرهم من الشعراء. درس بمدرسة دينية لكن ترك الدراسة واتجه للشعر والصحافة. بدأ الشعر بسن مبكرة وأصدر أول ديوان إلى بين الشعور والعاطفة بعام 1928. بعدين اتطورت قصائده يلي عكست الهموم الوطنية والاجتماعية. وأيضا كان معروف عنه أنه هو معارض للاستعمار البريطاني والسلطات الحاكمة بالعراق. هذا الشيء عرضه للسجن والنفي عدة مرات، فغادر العراق وعاش بسوريا، وعاش سنواته الأخيرة بدمشق، ومات هناك واندفن بعام 1997. ومن أشهر قصائده هي قصيدة يا دجلة الخير يلي كان يعبر بيها عن حنينه للعراق. يقول بيها: حييت صفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. حييت صفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين. إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني. وأنت يا قاربا تلوي الرياح به لي النسائم أطراف الأفانين. وإلى آخره من القصيدة. ترك الجواهر إلنا أكثر من 10 دواوين شعرية ترجم بعض منها إلى لغات أجنبية. الجواهري باختصار كان يعتبر رمز للشعر السياسي والوطني. عاش حياة مضطربة من النفي والتنقل من بلد إلى آخر، لكن شعره للآن أثر بأجيال من شعراء العرب.